من اكتر الروايات اثاره وتاثيرا في التاريخ. جين اير مش خيال رومانسي، دي نداء للكرامه. جاهز تعرف ليه؟ جين اير كانت بنت صغيره ويتيمه عايشه في بيت خالتها اللي عمرها ما حبتها، كانت حياتها ميزربل بكل معنى الكلمه، بيتعاملوا معاها كانها مش موجوده، كانها عيب لازم يتشال، كل ما تغلط حتى لو غلطه بسيطه العقاب بيكون قاسي. جين وبقت شابه وخدت اول قرار كبير في حياتها انها تبقى اندبندنت، وراحت تشتغل مربيه لبنت صغيره في قصر ضخم اسمه ثورنفيلد. في ثورنفيلد قابلت الراجل اللي هيغير حياتها بالكامل، مستر روتشستر. مستر روتشستر كان راجل غامض وساكت كده، بس في حاجه جذبتها ليه، كانت انتريجد جدا بشخصيته، كل يوم بيقربوا من بعض اكتر. جين كانت بتلاحظ حاجات غريبه بتحصل في القصر، بس ما اهتمتش. انجذابها لروتشستر فضل يزيد لحد ما اعترف لها بحبه، وبيتفقوا على الجواز. يوم الفرح بتحصل المفاجاه الكبيره. اثناء عقد الزواج بتظهر الحقيقه الصادمه، روتشستر متجوز ومراته عايشه معاهم في القصر. ياخد الناس وبيكتشفوا ان هي مجنونه، وعشان كده هو حابسها فوق في اوضه في القصر، وهي اللي كانت بتعمل كل الحاجات الغريبه اللي حصلت لجين، عشان كده كانت حابسينها. جين كانت مصدومه مش قادره تصدق ازاي الحب بقى بتريل، ازاي هي فجاه بقت الست الخاينه اللي بتفرق زوجين. وبالرغم من حبها الكبير ليه ما قدرتش تكمل، قررت تمشي وتحافظ على الديجنس بتاعتها. بتسيب جين القصر من غير فلوس من غير حد، وبتسافر لوحدها لاماكن بعيده جدا. فضلت تمشي ايام لحد ما وقعت من التعب وجوع وسط الويلدرنس. بعد ميارها انقذتها عيله طيبه خدوها عندهم، وبدات تشتغل مدرسه هناك. وفجاه بتكتشف ان الشخص اللي ساعدها هو ابن عمها، وان عمها اللي عمرها ما شافته مات وساب لها انهيرتنس كبير جدا. وفي يوم ابن عمها طلب منها تتجوزه ويروحوا سوا الهند، عمل لها بروبوزل محترم، بس هو كان محترم من بره لكن من غير حب، عقل من غير قلب. رفضت جين علشان قلبها كان لسه هناك في القصر. وفي ليله هاديه وهي قاعده لوحدها حست كأن في صوت بينادي عليها بيقول لها ترجع. تصدق جين الصوت وبترجع القصر، لكن بتلاقي تراجيدي كبيره. القصر اتحرق، مرات روتشستر المجنونه ولعت فيه وماتت، وروتشستر اتصاب وهو بيحاول ينقذها، وفقد نظره بالكامل وبقى بلايند وبقى عايش لوحده في بيت صغير في ريف. طبعا دلوقتي معاها فلوس وضعها احسن بكتير، ما بقتش المربيه الفقيره الضعيفه، لكن هي بتقرر تقعد مع روتشستر لان هي دلوقتي بتقرر تقعد معاه بكرامه. لو عجبكم الفيديو انصحكم تقروا الروايه، هتبقى اجمل بكتير. هتلاقوا لينكات ليها في الكابشن.